الدوري بدأ. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الدوري بدأ وزي ما شفنا النهارده كان فيه 3 ماتشات. الزمالك اخيرا ربنا نفخ في صورته وكسب وقدر يفوز على سيراميكا كليوباترا 2-0. احرز الاهداف ناصر ماهر و آه، محمد شحاته. فاكرين محمد شحاته اللي في الفيديو اللي فات اتكلمنا عنه وقلنا ان دوت هيبقى مستقبل نادي الزمالك، وان اللعيب ده لعيب جامد جدا. يعني خليكم يعني يا ريت تتابعوا، عشان انا بقول كلام والله يعني انا من وجهة نظري الكلام ده بيطلع صح في الاخر. فزي ما شفنا النهارده محمد شحاته بيعمل ماتش جامد جدا ومان اوف ذا ماتش وراجل. ان شاء الله نشوفه في الاهلي باذن الله الخطوه الجايه بقى. يعني اما بس اما ايه يستوي كده شويه. الزمالك بيكسب 2-0. كرة من ادم كايد في 18 لمسه ولعبه لناصر ماهر. ناصر ماهر بيشوط الكوره بتيجي في رجب نبيل وتغير اتجاهها وتدخل في الجون. في اخر ثواني في الماتش محمد شحاته في كوره كان الزمالك مضغوط فيها وهجوم سيراميكا كان على الزمالك. محمد شحاته الكوره بتجيله بيلاقي محمد بسام خارج ال 18 فبيسقطها له كوره جون. جون جميل جدا ما نقدرش نقول حاجه غير كده. ولكن سيراميكا كليوباترا عمل ماتش رائع جدا وكان ضاغط الزمالك طول ال 98 دقيقه اللي شفناهم. وفي الدقيقه الثالثه بتيجي كوره لفخري لقاي جوه ال 18، والكوره دي لو كانت جت جول كان الماتش ده هيبقى رخم جدا على الزمالك. ما كانش الزمالك هيقدر ان هو يفوز بالماتش، كان اخر الماتش ده يوصل تعادل وكان الماتش كان شكله هيبقى مختلف عن اللي احنا شفناه في ال 90 دقيقه اللي لعبهم الزمالك. بنشوف تغييرات، بنشوف لعيبه جديده للزمالك. بنشوف المدير الفني الجديد بتاع الزمالك يانيك فيريرا بيلعب هجومي. بنشوف 3 4 لعيبه جوه ال 18. الحاجات دي ما كناش بنشوفها قبل كده. هل بقى الزمالك، يعني ده السؤال، هل بقى فريق الزمالك والمدير الفني واللعيبه هتستمر على ده لنهايه المشوار؟ ده اللي احنا هنشوفه طول الدوري السنه دي. هل هيقدروا يستمروا على الحماس اللي كانوا فيه مع ان كان الاداء في بعض الاوقات هابط شويه؟ بنشوف في بعض الاوقات طبعا يعني اول 6 دقائق استحواذ كامل لسيراميكا، بعد كده 6 دقائق للزمالك، بعد كده 5 دقائق لسيراميكا وهكذا. بنشوف تسديدات سيراميكا على الزمالك تقريبا 7 تسديدات قصاد 5 أو 6 للزمالك. آه، يعني الكوره بتاعت فخر اللقاي دي لو كانت جت كان الماتش هيبقى شكله غير كده خالص. تمام. وعندي برضو تعليق على الحكم كابتن محمود البنا. حضرتك اتفرجت على حلقة محمد كابتن محمد عادل مع ابراهيم عبد الجواد؟ لسه برضو في حتة لسه ما اتظبطتش. وفي نفس الوقت انا عايز اشيد بحكم ماتش الاسيوطي ودجلة. محمد عباس الحكم ده رائع جدا وممتاز جدا ومباراة 10 على 10 عملها في ماتش الاسيوطي مع دجلة. لا حكم زي ما الكتاب بيقول، هتعمل ماتش كويس الناس هتشيد بيك بغض النظر عن ده ماتش مين او مين، او في جمهور او بدون جمهور. هتعمل ماتش هتقلق في لعبة او في كورة هتغير سير المباراة، الناس كلها مش هتسامحك ومش هترحمك وهتفضل علامة سودة في حياتك. فيا كابتن محمود يا بنا خلي بالك في قراراتك، خلي بالك في تعاملك مع اللعيبة. يعني انا بشوفك سيبك من اي بقى قرارات تحكيمية جوه الماتش او اي حاجة حصلت، بس طريقتك في الكلام مع عبد الله السعيد مثلا. يا كابتن انت رقم واحد في الماتش، انت القاضي، انت المحكمه، محدش يقدر يعني يعلى عليك. ما ينفعش حضرتك تتكلم مع حد كده بالاسلوب ده، اللي هو انا معلش والله هضطر اعمل معاك كده، هضطر اديك انذار، هضطر اديك فاول. بلاش الاحساس الداخلي ده يوصل لنا احنا كجمهور حتى. يعني لعيبه تقيله وليها مركزها وليها جمهورها وليها، وكانوا في منتخب مصر وكل حاجه، ولاعيبه كانت في يوم من الايام لعيبه كبيره وهم ما زالوا لعيبه كبيره سنيا. فبس برضو
ما ينفعش نتكلم بالاسلوب ده مع اللعيبه يعني. بالطريقه دي، الطريقه دي بتحسسنا ان احنا قدام حكم مهزوز. فلا، في كوره يعني بتاعت دونجا. دونجا طبعا خد انذار في الدقيقه 57، وبعديها في كوره في التحام مع بالحاج، مع احمد بالحاج، يستاهل عليها انذار تاني وطرد. كوره رجل في رجل، وطبعا دينجرس بلاي، المفروض انذار وطرد. فحتى الفار ما اتدخلش يعني. برضو فين الفار؟ كوره زي دي ما انذار وطرد. وحكم الرايه اللي الناحيه اللي على اليمين، لو انت تتفرج على الماتش، مثلا محمد بسام في على يمينه بقى في الشوط الثاني، كوره راجعه من لعيب الزمالك، يعني لعيب سيراميكا متسلل، بس الكوره لعيب الزمالك بيلعبها لعيب الزمالك فخبطت رجعت لسيراميكا. فين التسلل في كده؟ ما علينا. جماعه الحاجات دي بتفرق. تسلل مش تسلل بيفرق، انذار وطرد بيفرق، رميه التماس لو محسوبه غلط بتفرق. الحاجات دي بنشوفها ساعات في ماتشات مع فرقه كبيره وفرقه صغيره. بنشوف فرق صغيره بتعمل ماتشات جامده جدا مع فرق كبيره. الحاجات البسيطه دي بتفرق وبتهبط وبتهد الفرقه الصغيره اللي عامله ماتش جامد. سواء ركنيه محسوبه غلط، ما هياش ركنيه، او تبقى ركنيه تحسب ضربه مرمى، سواء تماس للفرقه اللي عامله ماتش جامد فتحسبه للفرقه التعبانه، فاول ما يتحسبش فاول، مش فاول تحسبه فاول، وهكذا. الحاجات دي كلها بتفرق. فانت كحكم رايه، انا ما بتكلمش بقى على حكم الساحه، بتكلم على حكم الرايه نفسه. لو مش صاحي حكم الفار، لو مش صاحي وضميره مش صاحي، البطوله بتفقد طعمها، الماتش بيفقد طعمه، الحماس بيروح. على عكس الناحيه التانيه في ماتش الاسيوطي ودجله، حكم محمد عباس، انا الاسم دوت هنفضل نكرره كتير طول الدوري. لو الحكم ده ما يعني، لو ما تسندلوش تلت ماتشات الدوري يبقى ده ظلم. حكم 10/10 وحكم رائع. والكورة اللي المفروض الناس كلها طالعة بتقول إن هي ضربة جزاء لفريق ودجلة، أنا من وجهة نظري هي مش ضربة جزاء بما يرضي الله. أنا مش شايفها ضربة جزاء. ماتش بيراميدز أو الأسيوطي ودجلة خلص 0-0 وحالتين طرد. أنا بشيد جدا بالحكم دوت، يعني حكم جريء وقوي وحازم وملوش دعوة باللعيبة. أنا أطبق قانون على الاثنين، فده حلو، عايزين نشوف ده كتير. واخيرا ماتش المصري والاتحاد السكندري، برضه بنشوف حالة طرد، الماتش بيخلص 3-1 للمصري. وسيبنا بقى من كل ده ونروح لماتش بكره، ماتش الاهلي مع مودرن سبورت. هنشوف اخيرا المارد الاحمر، اخيرا. انا نفسي بقى نشوف كوره. يعني احنا اتفرجت على ماتش دجله والاسيوطي، ما استمتعتش بصراحه. دجله عمل ماتش قوي جدا وراح جاي المفروض الاسيوطي بطل افريقيا وطالعين بيه السما ومكتسح الدنيا ومكسر الدنيا، ما شفتش منه حاجه يعني. دجله كان احسن منه بكتير. ماتش الزمالك وسيراميكا ماتش قوي جدا من الناحيتين طبعا. والجون بتاع محمد شحاته، انا قلت لكم محمد شحاته دوت يا جدعان مستقبل الزمالك في الفيديو اللي قبل اللي فات، مستقبل. خلوا بالكم من اللعيب دوت، يا اداره الاهلي خلوا بالكم من اللعيب دوت. عايزينه معانا ان شاء الله السنه الجايه، او لما عقده ينتهي، ايا كان يعني. فالثلاث ماتشات اجمالا يعني نركنهم على جنب. واخيرا بقى نشوف الاهلي بقى بكره بقى ان شاء الله، نشوف بقى كوره بقى، ونشوف الفرقه الجديده بتاعتنا. سريعا انا هقول التشكيل، توقعاتي للتشكيله والخطه اللي هيتلعب بيها الماتش بكره، ماتش الاهلي ومودرن سبورت. يعني طبعا الشناوي رقم واحد، وهنتكلم عنه في فيديو تاني. اللي الشناوي هعمل له فيديو لوحده، الشناوي حارس كبير جدا فهعمل له فيديو لوحده. فانا هبدا بيه بكره في التشكيله بتاعتي او التوقع بتاعي. قدامه هيبقى ياسر ابراهيم واحمد رمضان بيكهام. التشكيله دي انا قلتها قبل، يعني قلتها قبل كده، بس يعني فيها تعديل واحد او اتنين ايام كاس العالم.
هنعمل تعديله بسيطه او تعديلتين. هنلعب ب4 3 2 1 زي ما قلت، الشناوي في حراسه المرمى، قدامه ياسر واحمد رمضان بيكم، على اليمين محمد هاني، وعلى الشمال محمد شكري. قدامهم التلاتة اللي قدامهم اليو ديانج، هنمسمره كده في نص الملعب لحد نهاية السيزون، وجنبيه مروان عطية ومحمد علي بن رمضان لحين رجوع إمام عاشور بعد تعافيه تماما وعودته من التأهيل. وقدام زيزو وتريزيجيه، وفي خط الهجوم محمد شريف فيرود صريح. بإذن الله التشكيلة دي لو حصلت بكرة، توقعاتي للنتيجة 5-0 بإذن الله. وانت عندك بره فريق تاني، يعني ممكن تنزل فاهمني تشكيلات يعني تغير التشكيله خالص وتغير 5 لعيبه من اللي انا قلت عليهم دول. عندك فريق تاني بره عادي، تعيش. فان شاء الله نشوف ماتش قوي جدا بكره، واستنونا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بعد الماتش وتعليقنا على الماتش بكره باذن الله. ما تنسوش بس تشتركوا في القناه، يعني انتوا اللي هتدعموا القناه دي لحد ما نوصل لفوق باذن الله بيكم انتوا. فاشتراك وشير ولايك والحاجات دي كلها اللي هتخلينا نستمر في الفيديوهات اللي جايه باذن الله. اشوفكم دايما على خير يا رب، والسلام عليكم.